الفنان عمر الشريف في مسلسل حنان وحنين. احنا هنا بنشوف واحد عنده متلازمة نفسية اسمها متلازمة هوم سيكنس او الاستالوجنا. المتلازمة دي يعني هو اساسا كان مهندس وكان هنا موجود في مصر وكان بيحب واحدة وراح يخطبها، فأهلها طبعا أو باباها رفض، وبعد كده هي سافرت اتجوزت وسافرت مع جوزها في الإمارات، وبعد كده هو سافر أمريكا وعاش في أمريكا أكتر من 25 سنة. ولكن وهو في أمريكا كان دايما عامل غرفة، الغرفة دي حاطط عليها علم مصر ومخليها كده يعني مختصة بالذكريات بتاعته، فيخش فيها يقرأ أشعار صلاح جاهين ويستمع لأم كلثوم ويعيش الجو اللي كان عايش فيه في مصر. ودي طبعا المتلازمة اللي احنا بنتكلم عليها دي متلازمة نفسية احيانا بتيجي للناس اللي هم عايشين بعيد عن الوطن لفترة طويلة جدا، لان طبعا الوطن بالنسبة لهم هو مكان المولد ومكان الطفولة، والطفولة هي اسعد ايام بيعيشها الانسان في حياته، ده غير طبعا الحب الاول زي ما احنا بنقول، وزي ما الفنان عمر الشريف هنا حن تاني للحب الاول بشكل كبير جدا جدا، ورجع بعد كده هو وبنته وحاول يستعيد الذكريات دي وحاول يعيش الجزئية دي. عايزة ارجع زي زمان، قول لي اعمل ايه؟ طبقي نظرية المصفى، اصحي الصبح وصفي يومك من احزان امبارح لانها خدت وقتها خلاص وزعلنا عليها زمان، وصفي مخاوف بكرة لان لسه وقتها ما جاش، لما تحصل بكرة نبقى نخاف. ودي جزئية مهمة جدا وخطيرة ما بيتمش تناولها في المسلسلات بشكل، يعني يمكن أنا الأول مرة أشوف الجزئية دي أو الجزئية النفسية دي يتم تمثيلها في المسلسل. هي يعني طبعا ما كانتش مقصودة أنها تتمثل أنها تقصد الشغل النفسي أو العلم النفس، ولكن هي فعلا متلازمة موجودة عند ناس كتير جدا جدا من المهاجرين والمصريين بره أو من أي دولة في العالم، والمتلازمة دي معروفة نفسيا ومعروفة طبيا.